اما القضيه ديال النشيد الوطني اللي كنحسوا بالتبوريشه فاش كنسمعوه في المحافل الرياضيه، فالامر مختلف، لان الماري شارليوطي كان هو اللي اعطى الامر باش يلحنوا، اعطى الامر لواحد الملحن فرنسي اللي كان قائد الفرقه ديال الشريف السلطاني سميتو ليو مورغان، هو اللي لحن النشيد الوطني المغربي. وغيبقى هذا اللحن هذا حتى يشد المغرب الاستقلال وتدوز سنوات، وغتكون محاولات باش يصاوبوا نشيد جديد اللي تيعكس الهويه المغربيه، ولكن للاسف كامله فشلات. وغيبقى داك اللحن ديال مورغان هو النشيد الشريف كما كان كيتسمى، وغيبدا يتعزف في الحفلات الوطنيه وفي الزيارات الملكيه. اما الكلمات ديال النشيد ديال منبث الاحرار مشرق الانوار فما بانت حتى ل 1969 ملي غادي يتاهل المنتخب الوطني لكاس العالم ديال المكسيك، وكاع الدول كانت عندهم كلمات في النشيد الوطني ديالهم الا المغرب. وهنا الحسن الثاني غيدير مسابقه اللي غيشرف عليها براسو، وغيجمع الشعراء باش يختار احسن قصيده اللي تقدر تجي مع هذا اللحن. وبهذا الشيء كامل اللي قلت في هذا الفيديو غادي تكون الشخصيه ديال هوبير ليوطي واحد الشخصيه اللي عندها حضور قوي في الذاكره الجماعيه ديال المغاربه، لانه اولا اول مقيم عام فرنسي في المغرب، وثانيا لانه بقى مده طويله من 1912 حتى 1925، ما عمر شي مقيم عام فرنسي موراه بقى هذه المده كامله، ومازال الى يومنا هذا التمثال ديالو راكب على العود ديالو في القنصليه الفرنسيه في الدار البيضاء. هذا الشيء